يم الشهيد وزغرته كل الشباب ولادك حب الوطن ما أجمله وارواحنا ترخص له يم الشهيد وزغرته كل الشباب ولادك. شهداؤنا عظماؤنا من يكتبون بدمائهم تاريخ ونصر سوريا الحديث، فمن الجولان العربي السوري المحتل وتحديدا لرجال الشمس الحقيقيين من قرية عين قنية نزف وإياكم اليوم شهيدا آخر من شهداء الوطن، الشهيد أبو ليث غاندي منير قسام من مدينة جرمانة، مواليد عام 1976، متأهل وأب ل3 أولاد، عاش يتيما منذ طفولته، متطوع في الدفاع الوطني مع أخويه منذ بداية الأزمة، له وقفات عز وشرف وكرامة دفاعا عن العرض والأرض والوطن. أصيب عدة مرات في السنة الأخيرة وأبى ألا أن يعود إلى صفوف رفاقه، وفي يوم الجمعة الأخير كان من الشباب الذين دافعوا عن مدينة جرمانة ضد الهجمة الشرسة للمرتزقة الإرهابيين دعاة الفكر الوهابي تكفير الإجرامي. أصيب خلالها بجروح بالغة ونال شرف الشهادة صباح هذا اليوم. كانت كلمات الشهيد لأهله في كل مرة أصيب بها: أترك لكم سوريا الطاهرة وأموت سعيدا بطهارتها، أموت وكل أمل أن دمي لن يذهب سدى، وأن الله يقدم العون لأولادي وسينعمون بالكرامة التي لا تنضب من أرض سوريا. وكانت كلماته لرفاقه في الدفاع الوطني: لقد وجدتكم بجانبي بعد أن تركت أهلي وأخوتي لتكونوا أخوتي في الوطن الأم، فباستبسالكم سيكون لدماء الشهداء المعنى والقيمة الأعظم، فالنصر لا يتحقق بشهادتنا فقط بل باستبسال من بقي يقاتل بشرف في ساحات القتال. فأي قيمة أعلى من قيمة الشهادة، وأي جنة أعز وأروع من تلك الجنة. نعم، الملازم غاندي منير قسام، هذا الاسم على مسمى. غاندي معروف لدى الجميع، ومنير من الإضاءة والنور، وقسام البطل السوري عز الدين القسام الذي نزف دمه على أرض فلسطين الحبيبة. وهو غاندي الملازم البطل الذي قسم من جذوره هنا في الجولان. وبالأمس كان ابن خاله الشهيد البطل نشأت شعلان، وجئنا إلى هذا المكان لنكرم هذا الشهيد البطل نشأت شعلان ابن الجيش العربي السوري. وقلنا جئنا إلى هنا لا لنعزي بل لنبارك بشهادته، وها نحن اليوم نبارك بشهادة غاندي منير قسام. الوطن بلا رجاله فليس بوطن، ورجال بلا وطن فليسوا برجال، فعمدة الوطن هم الرجال. لذلك نحن نعتمد على شبابنا في سوريا، كل سوريا الشرفاء، أن يقفوا مع جنب القيادة والجيش للحفاظ على هذا الوطن، كما أنني
أعزي بأولادي نشأت وغاندي وبجميع شهداء الأحرار الشرفاء من سوريا، وأني لا أستذكر قول السيد الأمير قدس الله سره، قال من الكبائر تبع للرجل الهروب من زحف العدو. الذي يهرب من زحف العدو من أكبر الكبائر. لذلك وجب علينا أن نحافظ أولا على ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، وأن نحافظ على الوطن، لأن المواطن الصالح هو الرجل الصالح الذي يحافظ على الوطن. فكلنا مشروع شهادة. نحيي جيشنا وقيادتنا، كما وأني أشكر جميع الحضور وأطلب منكم أن تهنوني في أولادي ولا تعزوني، لأنهن أولادكم مثل أولادي. أناروا الدرب أمام السائرين للقضاء على المؤامرة والمتآمرين الذين يتآمرون على وطننا الأم سوريا. وطننا الأم عظيم بشعبه الأبي الداعم الأكبر لقيادته ولجيشه، وعظيم بجيشه العقائدي، وعظيم بمواقفه الداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان وفي كل مكان في العالم. ندرك جيدا لأجل هذه المواقف السامية هوجمت سوريا وطعنت في الظهر، ولا يطعن في الظهر إلا من هو في الأمام في المقدمة. أهلا بأهلنا من عرب فلسطين الذين شاركونا هذا الموقف التأبيني. إن الوطنية الحقة هي المحافظة على الأرض والدفاع عن تراب الوطن. إن الوطنية الحقة هي التصدي لهذه العصابات المرتزقة التي عاثت فسادا في ربوع الوطن الغالي سوريا العروبة. لقد أعلنا في السابق ونكرر اليوم أن لنا كامل الثقة بالقيادة السورية الحكيمة وبالجيش العربي السوري حماة الديار أن يحمي الوطن والمواطنين ويدحر هذه العصابات الإرهابية ويفشل هذه المؤامرة الكونية، لتبقى سوريا منبت المناضلين والأحرار وقلب العروبة النابض. وحب الوطن ما أجمله